بالصلاة على النبي بيبدأ فيلمنا على الراجل اللي قدامنا ده وبيكون اسمه كارل. كارل ده شخص بيقول على أي حاجة لأ، يعني أصحابه يقولوا له يلا نخرج يقول لهم لأ، يلا نسهر يقول لهم لأ، يلا نتفسح يقول لهم لا ما جيش. طب يلا حفلة يقول لهم برضه لا ما جيش. وكله بالطريقة وبيتلكك. وفي يوم صاحبه بيتصل بيه وبيطلب منه انه يجي يسهر معاهم النهارده، فهو بيقول له انه مش فاضي وانه وراه حاجات في البيت، وهو ساعتها كان في محل بيشتري افلام. فصاحبه قال له ماشي، بس ازاي انت في البيت وانا شايفك من بره وانت بتشتري حاجات؟ صاحبه قال له انا حظي حلو اني بره، وعرض عليه يجي معاهم، وكارل ساعتها ما لقاش مفر منه. وبعدين بيروح معاه وبيتجمع هو والصحبه. وبعدها كارل كان عايز يمشي وبيتلكك، فبيشوف طريقته ستيفاني بالصدفه مع راجل وجت سلمت عليه، وكارل وهو ماشي لبس في الويتر وقلب الحاجه واتحط في موقف محرج، وبيقوم مروح بيتهم. وبيصحى تاني يوم عشان يروح شغله، فجارته بتقول له تفطر معايا، فبيقول لها لا. وبعدها بيقابل واحد وهو ماشي في الشارع، فبيقول له تيجي معايا حفله الروك، قام قايل له لا. وبعدها كارل بيوصل الشغل، وكارل كان شغال في بنك وهو مسؤول عن قسم القروض، وطبعا كان بيوافق على اي قرض بصعوبه. وجاله عميل وقال له ان عنده مشروع مهم بس لا ضمانته مش كافيه، قام قايل له لا. فمديره قام جاي له وقايل له في حفله عاملها اخر الاسبوع ده، هتيجي معانا؟ قال له لا، انا هروح القرافه وازور امي واخد لها معايا قرص. وبيطلع كارل قدام البنك في البريك بتاعه، وبيقابل صاحبه بيقول له انا حياتي اتغيرت بعد ما اشتركت في حمله يس مان، ده انا رحت جبال الهيمالايا وصاحبت موزتين برازيلي وحلبت جاموسه لاول مره يا جدع في حياتي، تحب تجرب في حمله يس مان؟ قال له لا. قال له طب مش عايز تكسر ازاز البنك؟ قال له لا. قال له طب اسالني انا كده، مش عايز تكسر ازاز البنك؟ قام كارل قال له مش عايز تكسر ازاز البنك؟ قال له طبعا، وقام دشدشه ومكسر الدنيا، والحكومه بتقوم جايه وبتجري وراه وبيخلع منهم، وبيقول له عيش حياتك وفكها كده وروح اشترك. لكن كارل بيستمر في رفض اي حاجه وكل حاجه لا لا لا، عرفتنا يا جدع. وبعدها بيقعد في صالته متكون في كتابته بيفكر في كل مره قال لا من كتر كابته. وبعدها بيعدي عليه صاحبه وبيقول له تليفونك فين؟ ده انا رنيت عليك فوق ال 15 مره يا جدع. فقام قايل له معلش انا مش لاقيه. فبيرن عليه تاني كده وبيلاقي تليفونه في جيبه، وقال له النهارده كانت خطوبتي يا جدع، وانا خطوبتي دي مش تيجي كل يوم يعني، وانت كده عليك واحده يا صاحبي عشان ما جيتش. وقال له خلي بالك انت مش في الدنيا معانا خالص، انت حتى تعرف اسم خطيبتي ايه؟ كارل قال له ايوه يا عم، اسمها سميه فشوال. قال له مين؟ قال له انفخ بلالين. بقول لك سميه فشوال يا اسطى. قال له غلط، اسمها نسمه متقال. وقام قايل له براحتك يا اسطى، فافعل ما شئت سترحل كما جئت. وقام فضل مكلمه وينصح فيه كده، وقال له انت هتخسر حاجات كتير لو فضلت زي ما انت كده، وهتفضل في الاخر لوحدك وعجوز وبائس ومش هتلاقي حد يشيل خشبتك. وبعدها كارل بينام وبيحلم ان هو مات وصحابه حواليه وكانوا بيقولوا عليه ده صاحب سكه وندل. فبيقوم صاحي كارل وهو حزين جدا وبيمسك ورقه مبادره يس مان وبيقوم نازل ورايح عليها. وهو هناك بيقابل صاحبه اللي قال له تعالى، والجينيوس صاحب المبادره بيطلع وسط تسقيف حار، وبعدين بيسأل مين جديد هنا واول مره، فما بيلاقوش غير كارل. فبيقوم قايل لكارل تعالى، فبيقوم قايل له لا. فالكل بيقعد يصيح في وشه كده. فبيقوم جاي لكارل كده وقال له انت ما عندكش حبيبه وبتهرب من صحابك وخسرت حبيبتك صح؟ قال له ايوه. وقال له انت جاي عشان تجرب بس مش واثق انها تنجح؟ قال له ايوه. وكارل كل ما يقول ايوه يفضلوا يشجعوا فيه، وكل ما يقول لا يفضلوا يصيحوا في وشه. وبعدين قال له انت يا كارل هتاخد عهد على نفسك انك اول ما تطلع من هنا كل ما يجي لك فرصه انك تقول ايوه هتقول، ولما حد يسالك على حاجه او فرصه تخليك تجرب حاجه جديده قول ايوه. وبعدها كارل بيركب عربيته وفي واحد متشرد بيجي له بيقول له ممكن توصلني لجنينه الفسطاط؟ فصاحب كارل قام جاي له وقام مفكره ان هو واخد عهد على نفسه انه هيقول ايوه على اي حاجه، وفكره ان اي فرصه تجيله يقول ايوه على طول. فبعدها كارل قام واخده ووصله، فالراجل قال له انا عايز منك دقيقه من مكالمه، فقام قال له تمام، واداله دقيقه من تليفونه. وبيقوم مخلص الشحن بتاع البطاريه. وبعدها كارل بيوصله لحد الجنينه، فالمتشرد قام قال له ممكن تديني فلوس؟ قال له ماشي، وقام مديله فلوس. قال له طب ما تبحبحها بقى وتجيبها كلها؟ قال له ماشي، وراح مديله. وبعدها بيقوم ماشي بالعربيه، لكن في وسط الطريق البنزين بيخلص منه، فبيقوم ماشي كارل لحد البنزينه وبيملى جيركن بنزين منها، وبتيجي بنت بسكوتر كده وبتصوره، وقالت له انت عربيتك عطلت؟ قال لها اه. فقامت موصلاه معاه في طريقها، وبعد ما وصلته بتقول له عايز حاجه يا ابو الكباتن؟ انا هطير انا بقى ها؟ قال لها استني رايحه فين؟ هاتي بوسه. فالبنت قامت قايله بيقول لي هاتي بوسه يا مسبتي يا دي الحوسه، ده الواد فاكرها كوسه، اديله ولا ايه؟ اديله ولا ايه؟ فقامت مدياله بوسه. طبعا هيجي واحد قليل الادب وهيقول لي فين مشهد البوسه يا عم توبه؟ اقول له عزيزي المشاهد تم حذف هذا المشهد من عندنا نظرا لقيمنا واخلاقياتنا العاليه. وبعدها كارل بيروح بيته وبينام، وبيصحى تاني يوم في اجازته وقال انا قلت ايوه على حاجه فتحت لي فرصه جديده اني اقابل بنت جديده، ما الموضوع حلو اهو. وبعدها مديره بيتصل بيه وبيقول له احنا عندنا نقص موظفين، ما تيجي تسد وتشتغل معانا النهارده؟ قال له كده بس؟ اكيد انا نازل. بيقوم رايح على الشغل وبيقف معاهم النهارده، وبيجي له
بيقولوا طلب من على موقع تعارف انه يقابل بنت، فبيقوم موافق. لا يابا دي حقك توافق من غير اي حاجه بقى، ها دي حقك توافق. وبعدها بتجيله ست كده وتقول له يا ابني انا بعمل كيك وعليه صور ناس، ممكن تديني كارد من عندك افتح بيه مشروعي؟ قال لها بس كده يا حاجه اعتبري الكارد في جيبك. وبيقوم موافق على طلبها، ومديره بيقوم جاي له ومتكلم معاه وقال له انا كلمت الاداره بسبب ان ترقيتك اتاخرت وقلت لهم انك لازم تترقى. وقال له انت واستاذ فوزي كنتوا هتترقوا، لكن لما كلمت فوزي وقال لي لا مش هنزل الشغل وكلمتك انت ووافقت، يبقى انت الاولى يا ابن عمي وهتترقى ومرتبك هيزيد. وبعدها كارل بيروح يقابل صحابه في البار وبيسهروا مع بعض، وكارل بيتقل في الشرب وبيرقص وبيستغفر الله العظيم وبيتبسط معاهم، واصحابه كانوا فرحانين بيه جدا وشافوه انه اتغير عن الاول. وبعدها كارل بيعاكس واحده، فبيجي صاحبها وبيقول له لو راجل تعالى لي بره، فكارل بيقوم قايل له تعالى يا نرمي ماشي يلا، ده انا كده كده واخد على نفسي عهد ان اوافق على اي حاجه، يلا يا نرمي يلا. ولما بيطلعوا بره صاحب كارل بيقول له انت متقل في الشرب يا ابني ما تتخانقش. قال له يا عم سيبني يا عم سيبني انا ما اتخانقتش من وانا في تانية اعدادي. فكارل بيقوم مضروب ومتحن العلقه التمام، وفي وسط الخناقه ضرب شخص بالغلط، وبيقوم مروح بيتهم وهو مطحون وسكران. وبيصحى تاني يوم متدهول عشان يروح شغله، ففي حاجه اتطلبت منه فقام قايل لا، فقام واقع من على السلم والكلب كان هيعضه، فحس انها لعنه وتحذير انه ما يقولش لا تاني، وقام قايل لنفسه كده انا مش هقول لا تاني. وبيقوم رايح شغله وبدا يبقى اجتماعي شويه، وبقى يجرب حاجات كتير زي انه يتعلم جيتار ويتعلم طيران ويتعلم كورس لغه كوريه ويتطوع في جمعيات خيريه، ووشك في الحيط وقفاك ليا، والعمليه بقت في النمليه. وبعدها بيجي الشاب اللي بيسوق للباند بتاعه واللي بيعزمه على حفله الروك على طول، وكارل كان بيرفض دايما، لكن اخيرا المره دي وافق وقال له انا جاي. وبيروح الحفله بالليل وبيتفاجئ ان المغنيه هي البنت اللي وصلته للعربيه بتاعته بالسكوتر بتاعها لما البنزين بتاعه خلص، وبيقوم عامل كاريزما لما بيشوفها عشان تسلم عليه هي الاول، وقام رايح موصلها للسكوتر بتاعها جنكلمان بقى وكده. فبيقوم قايل لها ما تيجي نسهر واعزمك على حاجه. قالت له مش هينفع عشان ورايا تدريب بكره الصبح، انا بدرب الناس الصبح على الرياضه والتصوير. وقامت قايله له لو حابب تيجي تعالى. قال لها ماشي وانا اسمي كارل. فقالت له وانا اسمي اليسون. يا اليسون يا اليسون ده بيروح بيته، فاصحابه بيتصلوا بيه وبيقولوا له احنا هنسهر لحد الصبح، هتيجي؟ قال لهم ماشي. وبيروح وبيسهر معاهم، فبيشرب له بتاع 15 ريد بول عشان يفوق، وبيطلع من بره الصبح على اليسون وبيبقى في قمه النشاط والحيويه. وبعدها بيقول لها تيجي معايا حفله تنكريه بالليل. قالت له قشطه ويلا. وبيروحوا الحفله مع بعض وبيستمتعوا جدا. لما بيخلصوا الحفله بيقوموا داخلين الاوبرا وهي مقفوله من على السور في الاستخبص يعني، لكن بتاع الامن بيجي وبيقفشهم، فبيقوموا جاريين ومروحين. وبنيجي لتاني يوم هو رايح الشغل، بيجي له مدير التنفيذي من البنك المركزي، ومديره بيقول له هو مستنيك في مكتبك. وبعدها بيجي له صاحبه وبيطلب كارد، قال له انا هوافق لك عليه علشان احتمال يكون اخر كارد ليا. وبعدها بيجي له مدير بيقول له انا مراقب كل تحركاتك، واللي المفروض وطبيعي ان الموظف بيقبل من 35 ل 60 كارد، وانت لحد دلوقتي قبلت بتاع 560 كارد. وشفت وانت مدي كارد لطالب عشان يدفع مصاريف الجامعه، ومدي كارد صغير لطالب عشان ياخد كورسات، وكان في شاب مكتئب وعايز يطلع رحله مع اصحابه فقمت مديله كارد. والناس كلها حياتها اتحسنت والشباب كلها بتشكر فيك، واكتر من 98% منهم ما بيتاخروش على دفع القروض. وباللي عملته ده انت كده ضعفت مكاسبنا، وحوار القروض الصغيره ده حلو جدا، وعايزين نعينك في البنك المركزي معانا. قال له قشطه. قال له جيف مي 5 مان يا وقاموا مسلمين على بعض. فجه المدير يمديله ايده، قام كارت له شكلك بقى وحش قوي يا اسطى. وبعدها قام راح مع خطيبه صاحبه عشان يشتروا شويه حاجات، وكان في بنت كوريه كانت بتبيع لهم، بس هو عرف يتكلم معاها عشان الكورس وكده وقام مثبتها. فبيجي واحد بيقول لهم في راجل عايز ينتحر، تعالوا اعملوا اي حاجه اغيثونا. فكارل بيطلع للراجل وبيحاول يقنعه انه ما ينتحرش، فبيقوم ملاقي جيتار، فبيعزف عليه من دروس الجيتار اللي هو خدها، وبيغني اغنيه فيها امل وتفاؤل، وانا ابني مصر انا ضد الكسر. وبيقوم ناقص الراجل بسبب اللي هو عمله ده. وبيروح بعديها المطار وبيقابل بالصدفه طليقته وهي مع حبيبها، وبتقول له انا شفتك خلي بالك على التلفزيون وانت بتنقذ الراجل ده، انت بقيت بطل قومي يلا عارف. فسالته انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها راح اقابل صاحبته ومسافرين. وصف جابها ثلاثي الابعاد ده. وبعدها بيسافر هو يا اليسون وبيجربوا حاجات جديده مع بعض. وهو ماشي كده في وسط الغيط الدنيا قامت مطرت، فقام عامل فيها جنتلمان الجامد وقام قلع لها جاكيت وملبسه لها. يا زعيم هتعورنا من كتر الرومانسيه يا زعيم. وهم قاعدين كده قام كارل معترف بحبه ليها، فهي قامت قالت له انا كنت معجبه بيك الاول لكن دلوقتي بحبك ولازم نعيش مع بعض طول العمر يا قلبي. وقاموا حاضنين بعض، وايوه يا دنيا يا بنت الايه كده فل وكده في الاوكي. ومن بعديها الحياه بدات تضحك له كده، وبيقوم واخد اليسون ومسافرين على لوس انجلوس. لكن يا فرحه ما تمت، عشان اول ما بيوصل المطار الحكومه بتيجي وبتقبض عليه، وقالت له انت ارهابي وانت متهم قدامنا دلوقتي. وفضلوا يسالوه يقولوا له انت ليه رحت تتعلم الطيران، وبعدها رحت خدت دروس لغه كوريه، وبعدها رحت دار خدمه المشردين، انت شغال مع مين يلا بالظبط؟ وفضلوا زانقين كارل كده في الاسئله لحد ما بيكلم صاحبه المحامي وبيجيله. فالمحامي بيقول لهم واضح كده